تأمل بآي الكتاب بأمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل ياتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالآثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأكرمكم مشاهدينا الأكارم. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليدبروا، وفي معية فضيلة شيخنا الدكتور محمد الأمين إسماعيل. حياكم الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام، حياكم الله، بارك الله فيكم. الله يحفظكم فضيلة الشيخ. رحلتنا يا شيخنا مع أسباب النزول رحلة مستمرة، نحن ما زلنا في بداياتها. في المقدمة تضع لنا اللبنات الأساسية في معرفة أهمية هذا العلم، واليوم أيضا لنا جانب جديد من جوانب الأهمية ومؤكدات على ذلك وأمثلة على ذلك. ولعلنا شيخنا نبدأ مع قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، ورد عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه سأل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن السعي بين الصفا والمروة. نعم. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له: السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يتم الحج والعمرة إلا بهما. نعم. قال: لا، أنا أرى خلاف ذلك. كيف؟ قال: لا، ربنا قال: لا جناح عليه يطوف بهما. فالسيدة عائشة قالت له: إن كان كما تقول، إذا وصفوا بفهمك ده، كان تكون الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الله مش لا جناح عليه يطوف بهما. نعم. مع أنه سبحان الله دكتور ورد في بعض القراءات فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. نعم. نعم. لكن نحن مع المتواتر هنا. نعم. فبعد ذلك ذكرت له سبب النزول. الحقيقة جاءت وردت روايتان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في سبب النزول، سبب نزول هذه الآية في نفس القصة مع عروة بن الزبير. والسعي بين الصفا والمروة هي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة على قول جماهير الفقهاء رحمه الله تعالى. عند أبي حنيفة بيعتبره واجب، ليس من أركان الحج وإنما يعتبر واجب من الواجبات في مذهب أبي حنيفة. نعم. وحقيقة بعض الفقهاء بيعتبروها من السنة والتطوع، لكن المعتمد عند أكثر فقهاء الأمصار أنه من واجبات الحج، من أركان الحج ومن أركان العمرة كذلك. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حكت له سبب النزول. قالت: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل عليه الصلاة والسلام ليعتمر، قال الأنصار وقفوا. السبب في الوقوف انه كان عندهم طقوس جاهليه يفعلوها في السعي بين الصفا والمروه. نعم. فتذكروا هذه الامور الجاهليه. نعم. الروايه الاولى انه وقفوا لانه كانوا يهلون لمنات الصنم. نعم، الصنم يهلوا له في الصفا وفي المروه. فبيدخلوا بالاهلال لمنات، يعني مع تلبيتهم لله للطواف بالبيت. لما يبقى على السعي بين الصفا والمروه بيكون الاهلال لمنات. نعم. يعني الكعبة بقول لبيك اللهم لبيك. لما نيجوا هنا بيهلوها اليمنات. سبحان الله. فتحرجوا من ذلك. الرواية الثانية وكلا الروايتين صحيحات، إنه المشركين جعلوا صنم في الصفا سموه إساف. وجعلوا صنم في المروة سموه نائلة. وجعلوا السعي بين الصفا والمروة لإساف ونائلة. نعم. وسبحان الله إساف ونائلة قصتهم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. إساف ونايلة ده، إساف ده شاب. نعم. ونايلة دي بنت. نعم. كانوا بيحبوا بعض. نعم. ومنعوه من الزواج. طيب. أهلهم قالوا لهم ما بتتزوجوا. نعم. الحب اللي انتشر كده وبتاع، قال لهم نعم. فاتفقا على فعل الفاحشة، لكن دايرين حتى يختبوا فيها، قالوا يدسوا جوا الكعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يدسوا جوا الكعبة ويمارسوا الفاحشة جوا الكعبة. فعلا دخلوا جوا الكعبة لممارسة الفاحشة، ربنا مسخهم لحجارة. غضب عليهم. نعم، غضب الله تعالى عليهم. ده بيقى حجر وده بيقى حجر. سبحان الله. جو ناس مكة عارفين قصتهم طبعا. نعم. قالوا الناس دول معناه قصدوا حاجة كده، عشان كده ربنا عاقبهم. نعم. نكسرهم ندمرهم. لا 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 لا. قالوا خلوهم عظة، خلوهم هنا عشان الناس اللي بيجوا يعرفوا عظمة البيت. يا سلام. يشوفوا البيت ده انه الزول ما يعمل فيه اي حاجه، جاي ولا جاي. هاي طوالي ربنا بيعاقبه عقوبه سريعه يعني.
وبيجوا وربنا في القرآن ما يريد فيه بالحاد بظلم منه تطول عذاب عليه. نعم. المهم قالوا نوري الناس انه البيت ده ما سهل يعني. نعم. فعلا قام خدتهم في المدخل للكعبة. بيجوا الناس طبعا الناس بيجوا يتفاجئوا ويشوفوهم كده واعوذ بالله. المنظر حيكون صعب. ايوه نعم، فبيعملوا حسابهم جدا. نعم. سبحان الله، مرة هذا الجيل الجيل اللي بعده عبدوه من دون الله. لا حول ولا قوة. يعني شوف نفس الكلام ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم. وفي قوله تعالى قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ديل اسماء رجال صالحين. نعم. جاء في صحيح البخاري كتاب التفسير. فرجال صالحين لما ماتوا قالوا يا أخي اعمل لهم حاجة تذكركم، الشيطان جاهم كده عشان تعبدوا كما عبدوا. نعم. بعد شوية مات هؤلاء، جاء الجيل اللي بعده نسوا العلم عبدوهم من دون الله، جعلوهم وسط وصلهم لربنا سبحانه وتعالى. نعم. فده اللي جعلوا يساف ونايلة، وبعدين يساف ونايلة طبعا شكلهم سمحين يعني ما زي الاصنام اللي عاملين لهم. نعم. قالوا سمحين ديل واحد نحطه في الصفا واحد نحطه في المروه. لا كمان زادوا تكريما لهم. ايوه نعم. ايوه. وبقى السعي بين الصفا والمروه لإساف ونايلة. فلما دخلوا للعمره وبقوا على بعد الطواف امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يسعوا، تذكروا المساله دي. يا اخي والله يا اخي شغله صعبه عليهم. ايوه نعم. واحدين قال بيهلوا اليمنات ولا الصفا والمروه جعلنا لمنات ولا عاملينها لإساف ونايلة، وقفوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ده سبب النزول. هم تحرجوا يعني. نعم تحرجوا. فربنا قال لهم إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا عندها علاقة بإساف ولا نايلة ولا منات، لله رب العالمين. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه طول المسألة العقيدة الفاتت ديك ما خلاص دي انتهت. أيوة نعم، لا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحان الله يا شيخنا، الآية دي يعني فيها معاني عظيمة. نعم. أولا الصفا والمروة ذات السعي بين الصفا والمروة طبعا أول من سنه أمنا هاجر عليه السلام. نعم. كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلما إبراهيم عليه السلام خلاها قال لها تكوني هنا. نعم. يلا دي ما ممكن تكون سبب نزول، دي تبقى قصة. قصة نعم. قصة قديمة. نعم قصة قديمة. سبب النزول زي ما مر معنا لو تذكر في الحلقة الماضية. صحيح. إنه يكون أثناء النزول التنزيل يعني. لكن دي قصة الصفا والمروة، ولماذا أصلا جاءت الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة. نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه الأمر من الله تعالى أن يخرج. وإبراهيم عليه السلام لما الله يقول له حاجة خلاص، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. ما عنده تعظيم، ما في تلكؤ. فالسيدة هاجر عليها السلام لما شافته بلم في حاجاته. نعم. عرفته مسافر، ما قال لها أنا ماشي. قالت لي لا أين يا إبراهيم؟ ما قال لها حاجة. أصله هو شايف أي كلام بيعطله عن تنفيذ أمر الله. نعم. زيادة من الورع يعني. يا سلام. إلى أين يا إبراهيم؟ تتركنا في هذا المكان يا إبراهيم؟ نعم. ما قال لها حاجة. مكان لا فيه زول لا فيه ما فيه جن ما فيه. نعم. تتركنا في هذا المكان؟ ما قال لها حاجة. قالت له الله أمرك بذلك؟ قال ابن عباس أشار النعم. ما قال لي أنا. ما طلب. لا أشار النعم. قالت لي إذا لا يضيعنا. الله أكبر. ثقة بالله تعالى. الله قال لك لا تضيعنا الله أكبر. أمشي على بركة الله. نعم. فسبحان الله عندها طفلها الصغير اللي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهي وما في أي بني آدم ما في أي مخلوق هناك جالسة في المكان، وما في كعبة ذاته، الكعبة ما آثار اندثرت. قواعد وكذا. نعم القواعد ذاته ما ظهرت. أيوة. الكعبة دي طبعا في ناس قالوا بناه، والمن بناه هو إبراهيم عليه السلام. وإذا كان على هذا القول لسه لحد ما معه إسماعيل كبر. لما يبنى. نعم. في ناس قالوا بناه نوح عليه السلام. وبعد ذاك الطوفان غطاه، ده قول ضعيف، لكن هي من ناحية الطوفان غطاه. أيوة. نعم. في ناس قالوا بناه آدم عليه السلام. نعم. في ناس قالوا بنوها الملائكة، في ناس قالوا الله خلقها كده بس زي ما خلق الجبال خلقها كده. سبحان الله. والله تعالى أعلم. المهم بقت عندها شوية تمرات. نعم. وشوية موية، تشرب الموية باقتصاد شديد وتقتصد في أكل التمرات وترضع الولد ومتكل على ربنا سبحانه وتعالى. الله. الموية كملت، التمر كمل، اللبن ما في. الولد بكى، قالوا ما بتتحمل. الله. خلت الولد ده جاي وتتضرع على الله، ما عرفت تمشي وين يعني. كان في كعبة كان طافت بها ما عندها حاجة، فشافت الجبل ده بتمشي تطلع الجبل وتناشد الله وتدعو الله. نعم. وتجي ماشية، لما تجي ماشية في حاجة اسمها المنحنى والوادي. نعم. اللي هو ده اسمها العلمين الأخضرين، ده عبارة عن خور. أيوة خور. هي لما تجي في الخور انت تلقائيا يا دكتور لما تكون ماشي
وفي خردر تعديه حتجري تاخذ لك جري، طبعاً تاخذ جري عشان تنزل. صحيح. فده الجري بتاعه من هنا، يعني ما جري لاجل الجري، يعني عشان تمرق من الخردر. يا سبحان الله. فمشت المروه هناك تدعو ربنا، نعم. تتضرع ترفع يدينا لله، تجي بجاي لما تمتهم 7 أشواط. 7 أشواط. تمتهم 7 أشواط، وهي بتناشد الله وتدعو الله. نعم. فسمعت صوت تش كده، حاجه كده جات. فقال الصح ابن عباس قال تعني نفسها. سبحان الله. يعني قالت كان بيقول لنفسها اسكت. بيقول لنفسها فس. يعني اسمع. وطبعا المرأة بتعاين وين؟ حتعاين نعم. محل الولد. محل الولد. نعم. ايوه نعم. خوفا عاينت محل الولد، لقت المويه فايره نابعه. نعم. سبحان الله. فطوالي قامت جرت على المويه وبقت تلملم فيها، تحوشها. ايوه. سبحان الله. تزوم زمزم. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله امنا هاجر، لو تركتها لاصبحت ماء معينه ونهر جاري. لكن حكمه الله يا شيخنا ما تبقى نهر جاري، هسه لو بقت نهر الناس يطوفوا كيف. والله صدقت يا شيخنا. والله حكمه الله. نعم يا شيخنا، المويه دي بقت هنا ربنا رزقها، وطعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هي تاكلها، تشرب المويه تشبع وتشفى وتروى. الله اكبر. وهي قاعده مع ولدها، وابراهيم عليه السلام ما جاهم لسه. نعم. الحته دي حولها جبال كثيره جدا. نعم. وربنا اراد الجبال. هسه تخيل الكعبه دي لها الاف السنين، مش كده؟ نعم. المنطقه دي لو ما جبليه كان الكعبه دي اتدفنت. هسه شوف الحتات القديمه تلقى البيوت اتدفنت. ايوه الكعبه قاعده زي صح الصحراء. نعم سبحان الله. العرب ما بيجوا الحته دي لانها جبال وعميقه وغميصه وكده، فشافوا حديات بفوق بتطير، فقالوا الحدي ده الطريقه دي وبالحركه دي الا في مويه هنا. والا ما كان. ايوه ما بيجي يعني حركه معينه بيعرفوا بها انه في مويه من الحدي بفوق. نعم. فقاموا جو لقوا السيدة هاجر عليه السلام قاعد معاه ولد، سلم عليها ردت عليهم السلام. قال لها المويه دي تبعي؟ قالت لهم تبعي. دايرين المويه دي نحن محتاجين نكون معك. قالت لهم بشرط تعلموا لي ولدي. وسبحان الرضيع هي، لكن شوف بيتعاين لي قدام كيف. سبحان الله. المهم دي بدايه المساله. بقت مويه زمزم مويه مباركه توارثوها الناس. نعم. لما كثر الخبث. نعم. وكثرت الاصنام. نعم. وعمرو بن لحي الخزاعي بدل للناس الدين وغير الشغلانيه كلها. نعم. ربنا دس منهم المويه. نعم. قدر ما فتشوها ملقوها، بقعت عباره عن تاريخ. بيقروها اهلنا قالوا لنا زمان في مويه هنا. اي نعم. سبحان الله. من ارهاصات النبوه ابو طالب او عبد المطلب. نعم. اللي هو جد النبي عليه الصلاه والسلام راى في المنام رؤيا ان عند الغراب الاعصم تجد ثم الماء المبارك مع زمزم. صحى من النوم. نعم. قالوا تكررت الرؤيا الله اعلم. مشى نادى اولاده، عنده 10 اولاد. ايوه 10. نادى اولاده ال10 قال لهم احفروا هنا ده. نعم. حفروا لقوا المويه، مويه لقوا عذبه، مويه مكه ما فيها مويه عذبه. يعني صعبه المويه. نعم. قال دي المويه المباركه. هعلن اعلان يا اخوان المويه. لقى عبد المطلب بقت حقته. وين؟ قال لي حقتك. حقتك وين يا زلمه؟ أيوه. المويه دي حقت جدنا. سمعنا بها نحن ده جدنا كلنا. قال أيوه. جده ما حقك براك اسماعيل. حقتنا كلنا. دي حقتنا كلنا. اسماعيل ده جدنا كلنا. عجيب والله. يحتكموا وين؟ قالوا يمشوا للكهان في الشام. شوف على الاقل المغفلين ده. يعني انت من مكه هنا وبيت الله وماشي الشام يا اخي ولكهان وما في دينك اصلا وما على دينهم. ما هو في جاهليتهم وشركهم ده دينهم براهم وانتوا دينكم براهم. مختلفين. نعم. قالوا نمشي. يسوي شنو؟ نعم. هو واحد وديل كتار. قال لهم نمشي. نعم. حكمه الله يا شيخنا لما ماشيين مويتهم كملت في الخلا، قربوا يموتوا بالجوع. نعم. عبد المطلب بيشركوا ذاك. دعا الله جاب لهم مويه. نعم. في حته قاعد فيها. قال لهم تعالوا اشربوا. شربوا وسقوا بهايمهم. قال لهم يلا راح نواصل. تواصلوا وين يا زلمه؟ ارجع المويه حقتك. ما دام والله ذاك هنا. ايوه نعم سبحان الله. عشان كده السودان السقايه بقت حقتهم لبني عبد المطلب. نعم. ما شفتها في فتح مكه. نعم. علي بن ابي طالب والعباس. نعم. قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اجعل لنا السدانه كما لنا السقايه. ايوه. السدانه ما لنا بني شيبه. نعم. الناس عثمان بن ابي طلحه بن شيبه. نعم. قال اجعل لنا السدانه كما لنا السقايه. قال لهم فلما مسك المفتاح. نعم. الله نزل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. رجعوا اليوم. قال له خذوها خالده تالده الى يوم القيامه. لا ينازعكم فيها الا فاجر. ليوم الليل المفتاح معهم. سبحان الله.
فدي قصة زمزم بقت إرهاص من إرهاصات النبوة لما جاء الثاني، وسبحان الله إلى يوم الناس هذا. نعم. فالصفا والمروة قال الله من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. لاحظ عشان كده ما في نافلة من جنسها. يعني ناس أنت ممكن تمشي تطوف نافلة مش كده؟ نعم. أو تنذر إنك دار تطوف. صحيح. لكن الصفا والمروة ما في حاجة اسمها نافلة تنفل. طيب من نذر أن يسعى بين الصفا والمروة تلزمه العمر على الأقل كاملة. أيوة. ما دي ما هسه ما الفقهاء بقول لك شنو؟ من نذر ان يصوم نصف يوم عليه شنو؟ عليه لازم يصوم يوم كامل. نعم صح. والنذر ان يصلي ركعه لازم يجيب ركعتين. نعم. نعم الحاجه اللي ما بتتقصى لازم. بقولوا من نذر ان يسعى بين الصفا والمروه اقل عمره. لازم يجيب عمره. وبعدين ما صح اصلا واحد يعمل كده، لكن كان عمل يعني. يا سبحان الله. لكن واحد نذر ان يطوف بالبيت شوط واحد يلزمه 7 أشواط. لازم 7 أشواط وهكذا. فيلا ما في نافله من جنسها. ليه؟ بنص القران وبفعل النبي عليه الصلاه والسلام وباجماع الصحابه. القران الله قال فمن حج البيت او اعتمر فقط، يعني من حج البيت او اعتمر. ايوه ما في شيء ثاني. لا ما في يسمح ما في يا حاج يا معتمر، لابد ان يكون متلبسا بنسك. من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. طيب يلا طالما قلت ما في نافله من جنسها، كيف مع قولي تعالى ومن تطوع خيرا؟ لا يا ربنا قال نعم. حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. كيف من تطوع خيرا؟ ايوه قالوا من تطوع خيرا عندها معاني هنا. المعنى الاول قالوا الحج بعد الحج، ما هو الحج ربنا فرضه مره في العمر. ايوه العمره بعد العمره. قالوا يذكر الله العباد بعظمة المكان ومضاعفة الأجور فيه فيدعوهم إلى التطوع. أنت لما وصلت هناك تذكر المكان عظمة المكان. نعم. ولو في الحج تذكر عظمة المكان والزمان. صحيح. نعم فكتر التطوع يعني. نعم. عشان كده ربنا ذكرها في هذه الآية من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شوف آيات الصيام في ذات السورة من تطوع خيرا فهو خير له. فدي الآيتين دي براهم محفزات انه الانسان يكثر من النوافل بقدر الامكان. ان الله شاكر عليم يا اخي، شاكر عليم الله. تشكر الله بيشكرك وعليم بك سبحانه وتعالى. وان تطوع خيرا فهو خير له، خير له من اي حاجه ثانيه. يا سلام شيخنا والله شيخ جزاك الله خير. وحقيقه الفائده العظمى من يعني ما ذكرت جزاك الله خير ان عروه رضي الله عنه لما فهم من الايه من مجرد السياق يعني فهما. نعم. لكن سبب النزول وضح هذا الفهم. وضح ايوه كان الفهم قال للسيده عائشه وبعدين شوفوا المؤمنين ذاتها ما طوال قالت لي قالت لي لا اول حاجه فكرت في الايه. قالت لي زي قصه عمر في الحلقه الماضيه. نعم. ما نادى قدامى بن مظعون وعمرو بن معد يكرم ده. نعم صح. قال لهم انتوا قلتوا مالكم مشكلتكم شنو؟ قالوا الله قال لا جناح. نعم. علمنا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. اذا ما اتقوا وامنوا. قال لهم في زول بيشرب الخمر متقي ما بتيجي مع التقوى الخمر. يعني زول يشرب الخمر يجي يصلي يصوم. فهنا السيده عائشه فكرت في الايه قالت له يا اخي الايه دي الله قال لا جناح عليه ان يطوف، مش قال الا يطوف بهما. وبقى سبب النزول هو الضابط لمعنى وبقى بعد ذاك ورته سبب النزول وورته في ناس بيهلوا لمنات وفي ناس بيهلوا لاساف ونائله. ده سبب التحرج بتاعهم. ربنا رفع هذا الحرج. الله اكبر شيخنا والله. اذا كل مرة نحن نتأكد أكثر وأكثر أننا أمام باب من أبواب العلم مهم للغاية معرفته ودراسته وتتبعه، وكل ذلك مقدمة لمزيد تتبع إن شاء الله. ما زلنا في المقدمة إن شاء الله والله تابعة إن شاء الله من أول القرآن بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله تعالى نسأل الله التوفيق والسداد. جزاك الله خيرا فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مشاهدونا الأكارم دوما تابعونا ودوما في ذات الموعد، ولا تنسونا دوما من صالح دعواتكم، وحتى جديد الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر، ليدبروا كل حرف به، ففيه العظات وفيه العبر. وبعض الحوادث إذ تستجد، فجبريل ياتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتات، رواها الثقات لنا بالآثر. وتشريع حكم له قصة، وفيها دروس
معان كثر، وفي الذكر سلوى لقلب النبي تواسيه آياتها والسور. وكم آية أنزلت من حكيم فكانت سراجا ليهدي البشر. فهذا الكتاب ضياء ونور يضيء الطريق ويهدي البشر ليدبروا